يا أصحابي، النهاردة هحكي لكم حدوتة اسمها ليلى وأختها ميرا. كان يا مكان كان في بنوتة اسمها ليلى. ليلى كانت ذكية وجميلة، وكان عندها أخت اسمها ميرا. ميرا كمان كانت طيبة وبتحب أختها الصغيرة جدا، ودايما بتكون عايزة تفرحها وتعلمها كل حاجة حلوة. وفي يوم من الأيام وهما بيجهزوا الصبح علشان يروحوا المدرسة، وقفت ميرا قدام المراية ولمت شعرها ضي الحصان. كان شعرها ناعم ومنسق، شكله يا أصحابي كان يجنن. ليلى كانت واقفة بتتفرج وعينيها كانت بتلمع، وقالت في سرها أنا كمان عايزة أعمل كده. بصت لها ميرا وقالت لها عايزاني أعمل لك شعرك؟ ليلى رفعت راسها بثقة وقالت لها لا مش محتاجاكي، أنا هعمله لوحدي. ميرا ردت عليها بلطف وقالت لها ماشي، بس لو غيرتي رأيك قوليلي. ليلى وقفت قدام المراية ومسكت الفرشة وبدأت تسرح شعرها بكل حماس، لكن الشعر كان بيهرب منها وبيتشقلب، وكل ما تحاول تلمه بيبوظ أكتر. جربت مرة واتنين وتلاتة، وكل شوية تبص في المراية وتقول هو ليه مش بيتظبط؟ افتكرت انه ميرا عرضت عليها انه تساعدها، لكن برضو هزت راسها وقالت انا كبيرة اعرف اعمله بنفسي. وبعد شوية مامتهم نادت يلا يا بنات وقت المدرسة. ليلى طلعت من اوضتها وشعرها ملموم، لكنه كان منفوش وغريب شوية. ميرا ما قالت لهاش حاجة علشان ما تزعلهاش، وراحوا مع بعض المدرسة. في الفسحة يا أصحابي ليلى كانت قاعدة مع أصحابها، بصت لها صاحبتها وقالت لها هو انتي شعرك عامل كده ليه؟ ليلى اتكسفت وقالت أنا اللي عملته بنفسي. صاحبتها التانية قالت لها أنا زمان كنت كده برضو، بس مامتي علمتني ازاي ألمه. وصاحبتها التانية قالت أنا كمان أختي هي اللي علمتني، ودلوقتي بعرف أعمل تسريحات جميلة قوي. ليلى سكتت شوية وحست بحزن، ولما رجعت البيت راحت عند ميرا وقالت لها وهي مكسوفة ممكن تعلميني ازاي اعمل شعري زيك؟ ميرا ابتسمت وقالت لها يلا طبعا، ممكن نبدأ دلوقتي. قعدوا قدام المراية وميرا بدأت تشرح خطوة بخطوة، وفي الآخر ليلى بصت على نفسها في المراية وقالت بسعادة ايه ده؟ شعري حلو قوي. ميرا قالت لها شفتي وانتي اللي عملتيه بنفسك. ومن يومها يا أصحابي ليلى بقت تعمل تسريحات جديدة كل يوم، وفي كل مرة كانت بتفتكر إنه مش عيب إن احنا نطلب المساعدة، بالعكس لما نتعلم من حد أكبر مننا بنتقدم ونكبر ونبقى أحلى. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. باي باي.